السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان ليه الناس بتخاف من دكتور السنان؟ الناس بتخاف من دكتور السنان لكذا سبب. في ناس بتخاف لان هي عندها توتر او عندها خوف من فكرة الدكتور نفسه كده، هي بتخاف. ده اول حاجه. تاني حاجه، في ناس بتخاف من العدوى، بتحبش تروح لدكتور السنان عشان خايفه من العدوى، ان هي يعتبر منطقه رطبه شويه، فيها دم وفيها صلايف وحاجات دي كلها، ففرصه انتقال الفيروسات. هو تفكيره كده ان هي ايه، بتجيب عدوى اكتر، بتجيب فيروس سي وفيروس بي والحاجات اللي هي فيروسات الكبديه. ده تاني سبب. السبب التالت، في ناس عندها عقد او عندها مشاكل نفسيه من ناحيه دكتور السنان مبنيه على خبره سلبيه. يكون هو راح لدكتور السنان من زمان فحصل له حاجه، حس بالم جامد، مش عارف الدكتور اداله حقنه من غير مثلا ما يديله تهيئه قبلها، نقول له ايه اللي هيحصل كذا كذا، بيبقى عنده خبره سيئه او سلبيه معاها. او ممكن يكون الخبره السلبيه دي واخدها من حد من قرايبه، تبص تلاقيه مثلا ايه، ابن عمه ولا مامته ولا اي حد في البيت من قرايبه قال له ده انا رحت، اسكت انا رحت لدكتور السنان ومش عارف حصل لي كذا كذا وانا ما رايحش لدكاتره السنان تاني. فهو بيبني فكرته على هذا الكلام، حتى ممكن رغم انه ما يكونش راح لدكتور سنان في حياته قبل كده. فلازم ان احنا ايه، نركز في النقط دي. وفي ناس تاني برضو ممكن مش عايزه تروح لدكتور السنان، تساله مثلا راجل كبير يقول لك خايف من حقنه البنك. يعني انت لما الطفل الصغير يعمل ايه؟ قسم البيض وحده طب اسنان الاطفال اللي ليه طرق مخصصه عشان يديله البنك، وساعات بيضطروا لما يبقى في طفل عنيد جدا وكل الطرق الايه الاساسيه مش نافعه معاه، بيضطروا ان يدخلوه جي ايه، تخدير عام، جنرال انستيزيا، عشان يقدروا ان هم ايه، يعملوا له اي اجراء، سواء حاجه كانت مهمه مثلا، او اللي عنده خراج عنده حاجات محتاجه ان هو لازم يتبنج جامد عشان يعمل، فبيضطروا ان هم يبنجوه بين كامل عشان بيكون هو عنيف، او بتلاقي تلاقيه يعني طفل تلاقيه شقي كده، وفي الاخر ايه، باباه ومامته مش قادرين عليه. بس دي كانت حلقه النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.